قصة فلسطين والكيان الصهيوني بدأت أصلا باحتلال بريطانيا للقدس خلال الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى اللي اتقسم فيها العالم كله لمعسكرين كبار جدا، وهم دول الحلفاء ودول الوسط. الحرب اللي كانت بداية وأساس لأزمات كتيرة، وساهمت في تشكيل الحاضر السياسي والجغرافي اللي بنعيشه لحد النهاردة. لو عايز تعرف أكتر عن آثار الحرب العالمية الأولى بشكل مبسط ولذيذ، فمفيش قدامك غير كتاب الأحداث الأولى في الحرب العالمية الأولى لسعيد إبراهيم، اللي بيتكلم فيه عن أهم الآثار اللي نتجت عن الحرب العالمية الأولى، زي استخدام الدبابات والطائرات والغواصات لأول مرة للأهداف العسكرية، وطبعا الأسلحة الكيماوية بأشكالها المختلفة. ده غير إن في الوقت ده أصبح الزي الكاكي هو الزي شبه الموحد لكل الجيوش، وتخلوا عن الأزياء الملونة القديمة. وإن في الوقت ده ظهرت ساعات المعصم لأول مرة بدلا من ساعات الجيب. كتاب سهل وخفيف وأقل من 100 صفحة، مناسب جدا لمحبين القراءة السريعة. ما تنساش تعمل متابعة ولايك وشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد. دي كانت حكاية كتاب الأحداث الأولى في الحرب العالمية الأولى لسعيد إبراهيم. نتقابل إن شاء الله في حكاية جديدة.